السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. وفي هذا الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الوصفه ديال الكوكيز اللي غير ببيضه وحده، ما فيش بزاف ديال المكونات وكيعطي واحد الكميه اللي كبيره. غادي يهنيك من الكوته ديال المدرسه، خصوصا كتعرفوا باننا كنحيروا في هذه الوقيته شنو نعطيو للدراري للمدرسه. خصوصا انا بعض المرات ماشي بعض المرات ولينا كنحاولوا اننا نتفاداو داكشي اللي كيكون هكا صناعي او يعني مشري واجد. لذلك كنقول لك سيدتي بقاي معايا في هذا الفيديو. وقبل غادي نوريكم بعدا كيفاش كيجي، لانه كيجي واحد القرمشه كتجي فيه رائعه، وحتى المذاق صراحه ما غاديش نشكرو بزاف، لانكم ان شاء الله غادي تجربوه وغادي ترجعوا عندي للتعليق وتخليوهم ليا. لذلك كنقول لكم بقاو معايا حتى الاخير باش ما تضيعوا حتى شي لقطه من هذا الفيديو، لانه مهم ومهم بزاف. وخلاص انا كنحاول انني ما نطولش عليكم الفيديوهات، لذلك دابا هنايا ما غادي نقول لكم بقاو معايا ما تمشيو فين. وقبل ما نبدا الفيديو غادي نقول لكم ديروا لايك، لان اللايك كيساعد الفيديو على الانتشار. ودابا غادي نخليكم مع الطريقه والمقادير. وفي المقادير عندنا لهاد الكوكيز هنايا عندي الزبده. بالنسبه للزبده عندي هنا الزبده ديال العبر او الزبده من اصل الحيواني، هي اللي كنقولها الزبده ديال العبر بالعاميه. هذه كتكون المذاق ديالها احسن من الزبده ديال المارغرين والزبده ديال البواطه. هنا عندي بالنسبه للسكر عندي 80 غرام، وانا كنقول لكم نقصوا، لان صراحه واخا انا جاتني حلوه. الا كنتو نتوما عندكمش مشكل في الحلاوه ممكن انكم ديروا 80 غرام، هي نص كاس ديال ماشي نص كاس، هي كاس الا ربع ديال السكر سنيده بعبار العنبه. وهنايا عندي نص كاس ديال السكر كلاصي. بالنسبه للسكر كلاصي هي 50 غرام. وهنايا درت واحد شويه الفاني وشويه الملحه. صافي هنايا كما كتشوفوا غادي نبسبسهم او غادي نبدا نخلطهم بيديا. المهم بالنسبه لهاد الطريقه راه الناس اللي كيديروا حلوه راه بحال الطريقه ديال الصابلي، يعني كتخلطوا ديك الزبده مع السنيده ومع السكر كلاصي حتى كنحصلوا على واحد الشكل اللي بحال تقريبا نقول واحد البوماده، يعني كتخلط كتخدم ديك الزبده مع السنيده بهذا الشكل اللي كتشوفوه. صافي كنحاولوا نخدموهم مزيان مزيان مزيان. ومن الافضل ان الزبده ما تكونش قاصحه. انا هنا الزبده كانت شويه قاصحه عذباتني في الخدمه. المهم هنا كما كتشوفوا بعد ما حصلت عليها بحال الشكل ديال البوماده، هنا غادي نزيد عليهم بيضه بدرجه حراره المطبخ. كما قلت لكم هاد المكونات ما فيهم يعني هاد المكونات ديال هاد الكوكيز راه ما كيكون ماشي مكلفين بزاف، وصراحه بيضه وحده ماشي شي حاجه اللي كثيره. المهم هنا كما كتشوفوا بعد ما زدت ديك البيضه كنخلط حتى كنحصل عاوتاني على واحد البوماده اللي كتكون شويه خفيفه. وهنا غادي نزيد المكونات الاخرى اللي هي الكركاع. بالنسبه للكركاع هنا عندي 50 غرام ديال الكركاع، وعندي الحبيبات ديال الشكلاط اللي حتى هي 50 غرام. ممكن انكم تزيدوا ممكن انكم تنقصوا على حسب داكشي اللي بغيتو. المهم غير هاد الكميه راه باركه وكتجي باينه في الكوكيز ديالنا. صافي هنا من بعد ما كنخلطو كنجيب الطحين. المشكله في الطحين هو انكم كتبقاو تزيدوا الطحين بشويه بشويه، يعني ما كاينش واحد العبار محدد للطحين. انا تقريبا درت واحد 3 الكيسان، يعني واحد 300 غرام، ولكن ضروري خصكم تجيبوا حداكم هكا الطحين وتبقاو تزيدوا بشويه بشويه، لان الطحين كنعرفوا بان يعني كيختلف من طحين لطحين. كاين الطحين اللي كيشرب دغيا، كاين الطحين اللي ما كيشربش. المهم كتبقاو تزيدوا بشويه بشويه كما كتشوفوا معايا هنايا. بقيت كنزيد بشويه بشويه حتى حصلت على القوام اللي بغيت. المهم القوام اللي مطلوب في هذا الكوكيز هو انه خصو يبقى يتلصق لكم في يديكم او يبقى مرخوف بزاف. المهم انا هنايا راني حاولت انني نشرح لكم، ولكن حتى الصوره راه غادي تبان لكم بانه خصها تبقى القوام ديالها خفيف. صافي من بعد ما كنبقاو نزيدوا الطحين بشويه بشويه راه كما قلت لكم تحسوا بانه باقي خفيف وفي نفس الوقت ماشي قاصحه بزاف. وصافي هنا كتوقفوا على يعني كتجمعوها هكا بيديكم بحال كيما درت ليها. وهنا غادي نغطيها وغادي نخليها تقريبا واحد نص ساعه في الثلاجه حتى تشد ديك الزبده والعناصر كامله. كتشد راسها واحد شويه وعاد نرجعوا باش نكملوا الفيديو. المهم هنا كما كتشوفوا معايا صافي راه هنا كنجمع فيها وغادي نغطيها ونخليها تقريبا كما قلت لكم نص ساعه. ما تعداش نص ساعه لان هاي الثلاجه لتحت. صافي هنا من بعد ما دازت لينا نص ساعه وشدات راسها شويه في الثلاجه، هنايا غادي نحيدها من هذاك البول وغادي نحطها فوق سطح العمل اللي بطبيعه الحال ممسوح. غادي نحطها فوق منه وغادي نحاول نشكلها. المهم هنا كيما غادي نشكلها على 3 الكويرات. غادي نشكل 3 الكويرات باش يعطيوني 3 ديال لي بودان. بالنسبه لي بودان او اللي كنقول لها حربول. المهم بالنسبه لهنا
الحجم ديال الكوكيز راه نتوما اللي كتحكموا فيه. بغيتوا الحجم ديال الكوكيز يجيكم شويه كبير كديروا دي بودان اللي كبار، بغيتوا يعني تكون الحجم ديالهم صغير غادي تصغروهم، تصغروا دوك الحرابل. انا هنايا درتهم متوسطين، ماشي صغار بزاف وماشي كبار، يعني قسمت العجين غير على 3 كما كتشوفوا معايا. من بعد ما كتقسموا كتشكلوا بهذا الشكل هذا. هنا غادي ناخذ واحد الاناء او صينيه اللي كتدخل الفريغو، غادي نحط فيها هذاك الحربول ديالي وغادي ندخلها الفريغو. من بعد ما غادي نكمل الكميه كامله، من بعد بطبيعه الحال ملي غادي نشكلها كامله هنا كما كتشوفوا كناخذ هذيك الصينيه اللي كندخلها الفريغو، ماشي الفران، هذه كتدخل غير الفريغو. صافي هنايا كما كتشوفوا معايا كنحاول نقاد لها غير داك الجناب ديالها. وهنايا غادي نكمل التشكيل ديال هاد الحرابل او لي بودان اللي عندي. كما قلت لكم الحجم نتوما اللي كتحكموا فيه، وما تنساوش بان الكوكيز ملي كتدخلوه الفران راه كيزيد يعني مش نقول لكم كيكبر تيكبر ملي كتدخلوه للفران. صافي هنا كما كتشوفوا معايا غادي نكمل الكميه كامله ومن بعد نرجع نتلاقاو. صافي هنايا من بعد ما كملت الكميه كامله غادي ندخلهم الثلاجه تقريبا لمده ديال 1 ساعه، ماشي الثلاجه الفريغو تيشدوا راسهم مزيان. وهنا من بعد ما دازت ليا تقريبا انا عندي الثلاجه مجهده، درت وقيله غير نص ساعه هكاك صافي ولقيتهم راه بانهم قساحوا. صافي هنا كما كتشوفوا كتاخذوا واحد الموس اللي يكون شويه ماضي وكتبداو تقطعوا فيه. المهم بالنسبه لهاد التقطيعه راه سهله، هي بحال ديال التقطيعه اللي كنقطعوا بها الناس اللي كيصاوبوا الحلويات البلديه، راه بحال التقطيعه ديال الفقاس. كتحاولوا انكم يكون نفس العبار وكتموا غاديين وكتقطعوا فيه بهذا الشكل هذا. المهم راه طريقه سهله. والحاجه اللي بغيت نقول لكم هو هادشي كله راه كديروه بالزربه، يعني دغيا كيوجد. راه نقدروا كاع نصاوبوه من الليل نوجدوه للوليدات الصباح يعني. وحتى في الطريقه ديال الطياب ديالو راه ما كياخذش بزاف ديال الوقت في الطياب. صافي هنا كما كتشوفوا هما هادو. المهم هذا هو الكوكيز ديالنا. صافي هنا غادي ناخذ الصينيه اللي غادي ندخلها للفران او الطاوه ديال الفران، وغادي نبدا نستف فيها داك الطريفات ديال الكوكيز او الحبات ديال الكوكيز. المهم هنا كما كتشوفوا معايا كنحاول نبعدهم لان الكوكيز مازال غادي شويه غادي الحجم ديالو غادي يتنفخ. وواحد الحاجه اللي ما قلتهاش لكم دابا واحد اللي تفكرتها هو انني ما قلت لكمش الخميره. بالنسبه للخميره الشاصي ديال الخميره زدته مع الطحين. صراحه انا ما رديتش البال بانه ما تصورش، ولكن راه زدته مع الطحين. الحمد لله اللي تفكرت. المهم غادي نخلي لكم المقادير مكتوبه لتحت في صندوق الوصف، داكشي علاش غادي تلقاو ان شاء الله المقادير مضبوطه. صافي هنا غادي ندخلها في الفران على درجه حراره 180. المده ديال الطهي ديالها راها ما كتعداش 12 دقيقه 10 دقائق، كطيب دغيا كيطيب هذا الكوكيز. صافي هنا من بعد ما طاب غادي نخليه في الطاوه ديالو حتى كيبرد وعاد غادي نحيدو. المهم هذا هو الشكل ديالو كيفاش كتشوفوا، راه ساهل بسيط وشي حاجه اللي مضمونه وكتعرفوا اشنو كتعطيو لوليداتكم. كنتمنى اي واحد جرب هذا الكوكيز يرجع عندي للتعليق ويخلي لي تعليقاته، وبطبيعه الحال اللي جربوا يشارك معايا التطبيقات باش ان شاء الله نبقى نشاركها معكم في صفحتي على الانستغرام او حتى على ستوري الواتساب. علاش لا. انا كما قلت لكم كتخليوه ما كتهزوش ديك الساعات باش ما يتشتتش حتى كيبرد صافي وكيقسح. ومن بعد غادي تشوفوا معايا الشكل النهائي ديالو. صراحه كيجي رائع. واخا ما عرفتش واخا كنقول لكم ما نشكرش كنعاود نشكر، نحس المذاق ديالو زوين وحتى الناس اللي اصلا ضايقين وداكشي راه كيعجبهم. صافي هذا هو الشكل ديال الكوكيز ديالنا ديال هذا اليوم. كنتمنى منكم الدعم للفيديو او الدعم للقناه، لان ان شاء الله مازال عندي وصفات ديال الكوكيز اللي غادي نشاركهم معكم. المهم انا غادي نشوف الى هذا الفيديو خليت لي فيه تعليق بزاف وداكشي غادي نشارك معكم واحد الوصفه ديال الكوكيز براونيز حتى هو كيجي رائع ان شاء الله. الا بطبيعه الحال الا كانت تحفيزه ما كانش راه غادي نديروه وما غاديش نصوروه بحال كنهدد. لا ماشي كنهدد، غير زعما تعاليقكم وهذا لي بارطاج ديالكم كيساعدونا بزاف صراحه، وكيخليك انك تشجع دير شي حاجه. لذلك كنقول لكم ما تنسونيش من تعاليقكم وخليوا لي الاراء ديالكم، واي حاجه بغيتوني نشاركها معكم خليوها لي في التعاليق. وهنا بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم، الى اللقاء فيديو جاي.